حياكم الله، عاش خاليك يا هلا وغلا، ساعة مباركة بالمجان يا اخوان. كذلك في بعض البسطات تعرض منتجاتها بالمجان. تعال وكلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا وحبنا جعلك العمر هنا. الله يوفق صراحة كل المزارعين ما شاء الله، مثل الأفكار الحلوة اللي تجمع المزارعين كلهم في مكان واحد، يستفيد صاحب المزرعة ويستفيد زاير العبدلي، حتى أهل المزارع نفسهم تلقى اللي والله مثلا مزارع خيار تلقى ياخذ خيار من المزرعة الثانية. بالمجان، كل شيء بالمجان. البسطة تسلمة عند نايف الشمري بالمجان، جميع المنتجات من قرع من باذنجان من ملفوف. حياكم الله. اللي مناسبة افتتاح طال عمرك السوق ونجاحه بالحضور والزوار الطيبين والمسائل بالجهات الرسمية. نجربها. هذا موجود. هذا عمي هذه ذوقه هذه خضراء ما يدعي. لا هذا ما يبين. خف عليك حجي. ذوقه هذه حلوة. ذوق حجي. انا موجود هنا، اذا مو حلوه مرجوعه فلوس. عجيبة. اقول لك اذا مو حلوه مرجوعه فلوس. والله واحد يفرح لما يشوف نتائج خضرة. هذا اليوم احنا مسويين على عرض افتتاح دينار ونص. استانس منها والله. ها؟ اقول يستانس لما يشوف خضرة كل شيء. والله هذه موجوده بالمزرعه وانتاج مزرعتي وقاعد ابيع باقل من الاسعار. عمي ليش تستانس اذا شفت خضره شيء موجوده بالكويت؟ ها؟ ليش تستانس اذا شفت خضره نفس كذي بعد افرح انتاج الكويتيين. وهذا يعني صراحه شيء طيب بالنسبه لنا احنا، ويعني جزاهم الله خير. يعني هم يعني من باب مسؤولياتهم اتجاه المزارع ما قصروا، يعني بذلوا كل الجهد اللي احنا يعني كل ما نبي وفروا لنا هم الاتحاد وهيئة الزراعة وحتى البلدية، يعني وافقت على المكان والامور طيبة ان شاء الله يعني، وان شاء الله نسعى للافضل يعني. كل انتاج كويس، كل انتاج مستورد، ما في مستورد، هذا ما خلاص يعني هذا انتاج المزارع كلها، هذا الصاعد، هذا الصبيح، وذيل اللي يعرفون كلهم فيصل وفاروق. والله حابين نبارك لاخواننا المزارعين العبدلي ويستاهلون كل خير. افتتاح السوق الموسمي مثل ما انت ما عندك خبر، مثل ما وعدناكم افتتاح السوق الموسمي، واحنا راح نقدم جميع التسهيلات للمزارع الكويتي، وباذن الله بالتعاون مع الهيئه العامه للزراعه. نشكر الاستاذ الوزير جاسم الاستاذ على تسخير هيئه الزراعه فيما يخدم المنتج الوطني وتسهيل المزارعين، ونشكر طبعا النائب الاول وزير الداخليه على تسهيل جميع ما يخص للزراعه وجميع الصعوبات. وكذلك موضوع الاسعار، انك لما تاخذ هني بالمزارع طبعا بيكون افضل من الاماكن الثانيه. والله يوفق الجميع. فريش اكيد 10 متر من المزرعه. المزارع الكويتي دائما يحتاج منفذ تسويق لاجل يغطي بعض مصاريف الزراعه والعمال والكهرباء والماء والى اخره، والشكر موصول اول واخر للهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه والاتحاد الكويتي للمزارعين، وعلى راسهم حكومه الكويت. اكيد المزارعين اول شيء لا شكر على واجب، هذا دورنا احنا اتحاد الكويتي للمزارعين، هذا دورنا ان نكون خدمي للمزارعين ونطالب في حقوقهم. واحنا بالعكس ما شفنا ان قدمنا شيء كثير، بالعكس المزارعين يستاهلون. والمزارع الكويتي بعد ازمه كورونا تطور جدا، والمنتجات مثل ما شفت تدوبلت. انا عندي احصائيات من الهيئه الحين وصلنا تقريبا الاكتفاء الذاتي خلال فتره الشتاء. الله يوفق صراحة كل المزارعين ما شاء الله، مثل الأفكار الحلوة اللي تجمع المزارعين كلهم في مكان واحد، يستفيد صاحب المزرعة ويستفيد زاير العبدلي، حتى أهل المزارع نفسهم تلقى اللي والله مثلا مزارع خيار تلقى ياخذ خيار من المزرعة الثانية. بالمجان، كل شيء بالمجان. البسطة تسلمة عند نايف الشمري بالمجان،
جميع المنتجات من قرع من باذنجان من ملفوف. حياكم الله. اللي يبي مناسبة افتتاح طال عمرك السوق ونجاحه بالحضور والزوار الطيبين والمسائل بالجهات الرسمية. نجربها. هذا موجود. هذا هذه ذوقه هذه خضرة بعيد عنها، لا هذا ما يبين. عليك حجي. ذوقه هذه حلوة. حجي انا موجود.